ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ايه هنعمل مع بعض وصفة يعني بسيطة جدا وحلوة. فيها كذا تكات في الفيديو. يلا نشوف المنيو مع بعض. ايه اول حاجة معايا؟ صدر فرخة زي ما حضراتكم طبعا شايفين، ومعايا ملح معلقة صغيرة من حبهان البودرة دي اساس، وكمان معلقة صغيرة من الجنزبيل، معلقة صغيرة من البابريكا، وتوم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وملح. بس كده، مفيش اي توابل تانية، مش هنحط بصل ولا اي حاجة خالص زي ما حضراتكم طبعا شايفين. حطينا بقى ايه بودة فيها الفلفل الاسود والحبهان والثوم الباودر والبصل الباودر، وكمان البابريكا والفلفل الاسود، وكمان الجنزبيل والملح. بس كده. لو عندك توابل فراخ ممكن تحطيها، بس مش كان متاح، مش عندي. تمام كده. طبعا هنقلب كل المكونات دي كلها مع بعض بالمعلقه زي ما انتم شايفين لغايه ما تشرب من التوابل اللي احنا حطيناها. بس كده. تمام. بعد كده هنسيبها في التلاجة يعني لغاية تم نجهز باقي الحاجة، يعني ربع ساعة وكمان اقل من ربع ساعة. تمام كده. زي ما حضراتكم طبعا شايفين ريحة التتبيلة بتاعتها تحفة. هنجيب بقى ايه الحشوة اللي احنا هنحشي بيها طبعا الايه الوصفة النهاردة مع بعض. اول حاجة معايا بس رشة يعني حاجة بسيطة من الفلفل الاسود وملح. هنجيب بقى ايه فلفل الوان احمر واصفر، وكمان بصلاية يعني صغيرة مقطعاها ناعم جدا زي ما حضراتكم طبعا شايفين. طبعا دوت اللي احنا هنحشي بيها الفراخ، ومعاها كمان جبنة موتزاريلا. طبعا باقي الحشوة الفلفل والبصل عملت بيها الرز اللي احنا شفناه في الفيديو. طبعا جبت اول حاجة انا شلت الورق الزبدة دي تاني، شلته بعد ما حطيته، شلته استخدمت بس الايه الورق السلوفان. زي ما انتوا شايفين كده ابدا بقى ايه افرد الفراخ بسمك حلو كده متساوي كده ان شاء الله زي ما انتوا هتشوفوه معايا في الفيديو. طبعا انا ببل ايدي بالميه مش بزيت. تمام. بميه عادي مفيش اي مشكله، مش لازم زيت ولا اي حاجه. زي ما انتوا شايفين كده كده فردتها بالسمك اللي انتوا شايفينه سمكه حلو. بعد كده هاخد بس معلقتين كبار من الايه الفلفل والبصل اللي احنا عملناه، وبعد كده هنحط طبعا الايه الجبنه الموتزاريلا. طبعا الوصفه دي انا عاملاها على البوتاجاز مش في الفرن، يعني سويتها في ايه على البوتاجاز. تمام. عايزه تعمليها في الفرن عادي مفيش اي مشكله. طبعا حطيت بقى ايه جبن زي ما انتوا شايفين كده. اي نوع جبن انت حباه بتحطيه عادي مفيش اي مشكله. طبعا انا فردتها زي ما انتوا شايفين كان في مقطع مجاش وانا بلفها يعني. تمام كده. طبعا لفتها كويس، برمتها كويس جدا وقفلتها كويس عشان ما تخشش فيها ميه ولا اي حاجه وانا بحطها على البوتاجاز. تمام كده. جبنا بقى ايه صينيه حطيناها زي ما انتوا شايفين، ونزلت عليها بالميه السخنه، وهغطيها بالورق السلوفان زي ما انتوا شايفين. وخلاص استوت بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين سمكها حلو جدا. جبت بقى ايه معلقه كبيره من الكاتشب، معلقه صغيره من صويا صوص، ومعلقه صغيره من دبس الرمان. بس كده. وقلبتها كويس، وبعد كده بدهن الوش بتاعها بالفرشه زي ما انتوا شايفين كده. تمام كده. اول حاجه يعني مش عايزه تحطي دبس رمان ولا صويا صوص عادي مفيش اي مشكله، ممكن تحطيها بالصلصه بس كده. وكمان ممكن متحطيش صلصه ولا اي حاجه خالص، ممكن تحطي بس معلقه كبيره من زيت الزيتون او زيت عادي. بس الميكس اللي انا عملته مع بعض دوت ده فرق من اللون ومن الطعم كمان. تمام. طبعا بحط بقى ايه بدهنها بالفرشة زي ما انتوا شايفين، بدهن الوش ومن الظهر من كل حاجة من الايه من الخلطة اللي ما شايفين كان في حتة بس واقعة كلتها. حطيتها كمان في تحت الشواية بسم الله ما شاء الله طلعت زي ما انتوا شايفين. كان المفروض اسيبها تبرد، يعني اسيبها تبرد خالص بعد كده اقطعها. بس انا قطعت معاكم الحتة دي وكلتها
وبعد كده بقى سبتها تبرد وقدمتها في الرز اللي انا عملته بالخلطة اللي انا عملتها بالفلفل والبصل دوت، وعملت الرز الجميل دوت. وشايفين بقى شكل الرز بجد تحفة. وكمان الفراخ سبتها تبرد وقدمتها زي ما حضراتكم طبعا شايفين. اتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم والحلقة تعجبكم، وان شاء الله اللي جاي احلى يا حبايبي. باي باي.